رسميا النادي الاهلي يعلنها: لو فزنا باذن الله على العين الاماراتي في كاس القارات هناخد مكافأة 2 مليون دولار. أكد النادي الأهلي على أن مباراته مع العين الإماراتي اللي هتكون في نهاية شهر أكتوبر القادم بإذن الله في استاد القاهرة في أولى مباريات النادي الأهلي في كأس القارات اللي هتكون في دور الثمانية، في حال فوز الأهلي على العين وتأهله إلى نصف النهائي، بغض النظر بقى عن خسارته بعد كده في نصف النهائي. لو خسر كده وقتها لو فاز الأهلي على العين سيضمن الحصول على 2 مليون دولار. ولكن هناك مشكلة في النادي الأهلي، وهي الدولارات اللي بتيجي من الفوز بالبطولات لا يتم صرفها الآن على الصفقات، خاصة الصفقات الأجنبية، وبيتم تحويشها من أجل المستحقات الشهرية الدولارية اللي على النادي الأهلي. لأن النادي الأهلي زي ما احنا عارفين كان واخد أفريقيا ياخد فيها 4 مليون دولار، وباع له عبد المنعم ب4 مليون دولار كمان، ادي كده 8 مليون دولار، زائد بقى قبل كده كأس العالم للأندية المركز الثالث والفوز بالبطولات وكده. يعني الاهلي على الاقل عامل له 10 مليون دولار. وفي النهايه طلع علينا المسؤولين في الميركاتو الماضي وقالوا ان لا، عندنا مشكله دولاريه، والاهلي على الاقل داخل له 10 مليون دولار. فهل يستغل النادي الاهلي ال 2 مليون دولار دول باذن الله لو الاهلي كسب بالعين الاماراتي من اجل دعم الاهلي باللاعب الاجنبي المنتظر في شهر يناير؟